بالمعنى المفهوم بين عامة الشعب. هذه الكلمة يعني عندما تقال عن المسيحي تحديدا تقال باعتبار أن المسيحي هو مشرك بالله، يعني المسيحي يعتبر أن المسيح هو ابن الله، يعني وليس رسولا من رسل الله. نعم طالما لا ما أنا بقول لك على حاجة، يعني تكفير المسيحي من المسلم أو من الشيوخ الذين كفروا أتى على أن المسيحيين يعتبرون المسيح هو ابن الله، وهذا بالنسبة للإسلام كفر. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. نعم. وقال اليهود عزيز ابن الله، وقال النصارى المسيح ابن الله. سيدنا رسول الله بين، والقرآن الكريم من قبل سيدنا رسول الله بين بأن الإله واحد، والإله يعني ليس كمثله شيء، فلا يصح أن يوصف ربنا بأي وصف يتفق مع مخلوق، لأن المخلوق هو صنع وأثر من آثار الخالق، فكيف يكون المخلوق كالخالق؟ الخالق لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. قضية التكفير بهذه الصفة لها مرجعيات ولها تفاصيل دقيقة ومتفرعة. لو سألت إخواننا المسيحيين لما بنقول لهم ازاي الاب والام والروح القدس اله واحد، قالوا احنا مؤمنين بانه اله واحد، الاب والابن والروح الاب والابن والروح القدس اله واحد، امين. قالوا هو احنا مش قلنا في الاخر اله واحد؟ وقلنا ان هو في حكم تشبيهنا كالشمس التي لها جرم ولها ضوء ولها حراره ولها يعني اكثر من شيء بيخرج منها، لكن هو اله واحد. فكن يرفع من شأن عيسى بالمعنى الذي لا يجعله ابنا حقيقيا فرعا حقيقيا عن الله او جزءا عن الله، ولكن يرتقي به الى هذا المعنى، دي فلسفه تقنع قلبه ويعني لا تجعل منه انسانا شريكا بالله. فلماذا نتدخل في امر هو يعتقد وحدانيه الله ونلزمه بانه لا، ده انت تقصد التشريك او تقصد التجزئه وان لله ولد؟ اعتقد مثل هذه المسائل يجب ان تترك لاصحابها.